بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوس لايك واشترك في القناة ومتنسوش الشير وبعتولي أحلامكم زائد الحالة الاجتماعية. ومعانا حلم من عبد الله أعزب. حلمت إني آكل أكلة الكسر السوداني عند ناس لا أعرفهم. تفسير الحلم: يدل المنام على أنك تخطب قريبا جدا عروس مناسبة والله أعلم. ومعانا حلم من أم جودي متزوجة. حلمت إن الفنان كاظم الساهر قابلني أنا وبنتي، وكنت بساحة كبيرة وكان معاه بنت ابنه الصغيرة، وراحت تلعب مع بنتي. وبعد كده زي كان في مبنى، فقال لي الفنان كاظم الساهر ادخلي ارتاحي في المبنى. فقلت له البنت بتلعب. قال لي ما تخافيش عليها. ودخلت معاه المبنى وجلست على كرسي، والفنان كاظم الساهر كان جالس على كرسي وكان يكلمني. وفجأة اختفى الفنان كاظم الساهر وذهب اتفرج على المبنى، فوجدت واحد لابس بدلة ومغطي وشه وماشي من جنبي. فقلت له ايه حركات العيال دي؟ وبعد كده خرجت من المبنى ووجدت بنتي تلعب، واخدتها ومشيت وشفت بنت ابن الفنان كاظم الساهر رجلها في المية بالتلج وسخنة. تفسير الحلم: يدل المنام على الحصول على الحظ الجيد لك ولبنتك، كما يدل المنام على حصول على رزق سوف يصيبك فجأة، كما يدل المنام على مقابلة شخص غائب من مدة والله أعلم. ومعانا حلم من حورية عزباء. حلمت إني لابسة خمار وأقرأ سورة مريم. تفسير الحلم: يدل المنام على الزواج بعد سنوات وإنجاب الذرية الصالحة والله أعلم. ومعانا حلم من حورية عزباء. حلمت إن امرأة من قرايبنا أعطتني سلة بها بيض كثير. تفسير الحلم: يدل المنام على كثرة الذرية والبركة بها والله أعلم. وأسيبكم على خير وابعتولي أحلامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.